السلام عليكم أصدقائي ومحبي علم الفراسة ولغة الجسد وتحليل الشخصيات. أهلا بيكم في قناة كشف المستور. النهاردة معانا تحليل شخصية رئيس قطاع الإعلام العربي للجيش المحتل وهو برتبة مقدم أفخادي أيدرعي. لا ما اسموش كده، اسمه أفيخاي أدرعي. مبدئيا بس عشان ما افضلش متضايق طول الفيديو عايزين نشيل الزفت ده. يلا في 60 داهية. بالنسبة للغة الجسد بتاعت الفخذ ده، لما كان بيتكلم مع المتحدث بتاع قناة الجزيرة، أول حاجة خدت بالي منها إن هو عينيه كانت دايما بتبص ناحية الشمال، وده معناه إن هو بيكذب ومش بيقول الحق. تاني حاجة كان بيعمل إيماءات كتير كده بجسمه وبيتحرك يمين وشمال، وده معناه إن هو كان متوتر. وتالت حاجة التغيير الواضح اللي كان في التون بتاع الصوت بتاعه من عالي لواطي، من تخين لرفيع، ده بيدل على إن موقفه كان ضعيف ومش عارف يفرض وجهة نظره. احنا لو جينا خدنا كده خط بعرض الجبهة بتاعته وخط بطول الوش، هنلاقي ان هما تقريبا متقاربين. يعني معنى كده ان هو اطار الوجه بتاعه هو اطار الوجه المربع. ومن اهم صفات الوجه ده ان ثقته في نفسه بتبقى فطرية وانه بيبقى خالي من المشاعر. وتعالى بالمرة كده نربط بقى الصفات اللي بتقول ان هو خالي من المشاعر. اول حاجة عندك الشعر الخشن ده بيدل على انه خالي من المشاعر. تاني حاجة عندك الاستقامة اللي موجودة في الجفن السفلي للعين، بتدل برضو على ان هو خالي من المشاعر. اما بالنسبة للجبهة لو تاخد بالك الحتتين اللي داخلين جوه دول بيدلوا على ان هو لما بيحط حاجة في دماغه ما بيهداش غير لما بيعملها. وبرضو لو تاخد بالك ان عنده الجبهة ملساء، ما فيهاش اي بروز، ولا هنا ولا هنا ولا هنا، وده معناها ان هو بيقول غير الحاجة اللي هو بيفكر فيها. وبيبقى شخص ما عندوش خجل، وبيبقى شخص ما بينتقيش كلامه وممكن يطلع منه باسلوب وقح. واللي بيدعم معانا الصفة بتاعة الوقاحة في الكلام دي، لو تاخد بالك هو عشان لابس نظارة فالعين عنده باينة ان هي صغيرة، ولكن بدون النظارة هتلاقي ان عنده بروز في العين، والبروز في العين ده معناها ان هو بيتكلم بوقاحة. والناس اللي شافت المقابلة بتاعته مع قناة الجزيرة هياخدوا بالهم ان هو كان فعلا بيتكلم بوقاحة. تالت حاجة هناخد بالنا منها في الجبهة ان الجبهة عنده تعتبر طويلة، فده شخص بيعرف يخطط، عشان كده هتلاقيه بيتنطط. ولو جينا قسمنا وشه كده نصين بالطول هتاخد بالك ان النصين بتوع وشه مش متساويين. اول حاجة عندك في الحواجب، وده معناها ان هو عنده تضارب في الافكار. واللي يدعم معانا الصفة دي لو تاخد بالك ان الشعر هنا طالع بره الحاجب، وطالما الشعر طالع لفوق ده معناها ان هو عنده تضارب في الافكار وعنده نسبة من صفات الغدر. وتاني حاجة لو تاخد بالك الجزء ده موجود في الحاجب هنا ومش موجود هنا، والجزء ده فيه شعر طالع عكس اتجاه نمو الحاجب. نمو الشعر بتاع الحاجب الاتجاه بتاعه كده، لكن ده الاتجاه بتاعه طالع كده، فده معناها ان هو بيفتقد الدعم في الجانب العاطفي، يعني في الجزء اللي هو بينه ما بين نفسه او بينه ما بين اهله. وتاني حاجة هناخد بالنا منها ان هم مش شبه بعض في الجنبين بتوع وشه، ان العين دي عنده مستقيمة عادية مستواها عادي، لكن العين دي لو تاخد بالك طالعة كده لفوق، يعني الزاوية دي طالعة لفوق والزاوية دي طالعة لتحت، ودي في الجنب العملي طبعا. ودي بنسميها العين اللئيمة، اللي هي بتدل على ان الانسان خبيث ولئيم وبيحوش. يعني دايما لما بتعمل معاه موقف ما بيردش عليك في ساعتها، بيحوش موقف ورا التاني ورا التالت وبعدين يرد عليك برد قوي يساوي الكام موقف اللي انت عملتهم معاه. وتالت حاجة هناخد بالنا منها ان هي مختلفة الشكل في الجنبين، ان عنده الودن دي اكبر من الودن دي، وده معناها ان هو عنده تردد في اتخاذ القرار. واخر حاجة هناخد بالنا منها مختلف الجنبين هي شكل الفم. لو تاخد بالك الفم عنده هنا معوج كده لفوق شوية، وهنا برضو في استقامة او مايل كده لتحت شوية. طبعا الميلان اللي لفوق ده مع الميلان اللي في العين ده لفوق في الجانب العملي يدل على ان هو متفائل بقوة الجيش بتاعه وبالكلام اللي هو بيقوله، وانه هيقدر يكسر بيه عزيمة الناس اللي بتسمعه. ده غير الاختلاف اللي موجود في الشكل جنبين الفم بيدل على ان هو عنده تضارب في المشاعر.
طبعا الاختلافات اللي بجنبين الوش دول عنده تدل على ان الحاجات اللي هو بيفكر فيها جواه في الجانب العاطفي اللي هو بينه وما بين نفسه مختلفة تماما عن الحاجات اللي هو بيبرزها في الجانب العملي او اللي بينه وما بين الناس. لو تاخد بالك بقى هنا ان عنده الزاوية دي موجودة في الحاجب، وده معناها ان هو شخص بيعرف يسيطر، ولا هو بيعرف يسيطر ولا نيلة، واخره يسيطر على روحه. وطبعا زي ما احنا شايفين ان عنده الحاجب طالع بالاتجاه ده لفوق، بالذات في الجانب العملي باين اكتر، معناها ان هو جريء، مع الجبهة المالسة زي ما قلنا والعين البارزة، فده بيدعم معانا حتة الفظاظة في الكلام والوقاحة. وشكل الحواجب دي عموما انت تقدر تسميها ان هي حاجب محامي الشيطان. وطبعا بيدعم معانا اول حاجة قلناها في لغة الجسد ان هو كان بيبص ناحية الشمال، يعني كان بيكذب. وزي ما قلنا ان الجبهة المالسة ان هو بيقول كلام غير الافكار اللي جوه دماغه، ان عندك الجفن العلوي للعين مغطي جزء من الحدقة، وده معناها ان هو شخص بيكذب. اما بالنسبة للانف فعندنا طبعا هنا ارنبة الانف كبيرة، وده معناها انه شخص بيحب يهتم بالاخبار، وده طبعا بناء على شغلته ان هو متحدث اعلامي، وان هو حشري وبيحط مناخيره في كل حاجة. الأذن عنده بقى بتقول لنا الحتة اللي بارزة لبره دي، بتقول إن هو عنده أفكار مختلفة عن الأفكار الطبيعية للناس علشان يحقق بيها أهدافه ونجاحاته. واللي بيدعم معانا الصفة دي لو تاخد بالك إن العينين عنده مش على مستوى واحد. وتاني صفة موجودة في الأذن اللي طالعة لبره دي إن هو شخص بيعرف يجيب فلوس. تاني حاجة موجودة عندنا هنا في الأذن إن لو تاخد بالك الأذن عنده كده فيها استقامة هنا وهنا، وده معناه إن هو شخص بيحب الريادة. وطبعا هنا في الأخدود بتاع الدبلوماسية واللباقة موجود ولكن مش قوي. وطبعا العادات والتقاليد منفوخة، يعني معنى كده ان هو ما بيتبعش اي عادات ولا اي تقاليد. واخر حاجة هنشوفها في وش البلف ده ان عنده الدقن مربعة، فده شخص مجادل. ولو تاخد بالك في الفم عنده هنا في بروز، ده مش في الشفة، ده في الأسنان، معناها إن الفك السفلي اللي عنده متقدم عن الفك العلوي. وأصحاب الصفة دي بيبقى تهجمي في كلامه وفي تصرفاته، وبيبقى عدواني. مع صفة الجدال هتلاقيه بيحاول يستميت علشان يقنعك بوجهة نظره اللي هو أصلا مش عارف يقتنع بيها. ويلا يا عم أشوف لك حتة ناشفة أقعد فيها عشان أنا زهقت منك. وتحيا مصر وتحيا فلسطين، وبندعيلكوا إخواتنا في فلسطين ربنا يقويكوا وينصركوا على هذا الكيان اللعين. وتحيا الوطن العربي. وأشكركم على مشاهدة الفيديو، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو ما عجبكش اعمل برضو، ولو ما كنتش لسه اشتركت في القناة اشترك في القناة. وأترككم في رعاية الله وأمنه.